السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. إحقاقا للحق، الشرطة المصرية طلع عليها سمعة مش كويسة، ودي يعني نص الحقيقة ونص التاني لأ. بمعنى إن هي يعني الشرطة المصرية قبل 25 يناير 2011 كانت حاجة، وحاليا حاجة تانية خالص. يعني زمان بصراحة ما كانوش بيظلموا حد، يعني بمعنى إيه، طول ما أنا ماشي جنب الحيطة وما بعملش مشاكل وفي حالي ما كانوش بييجوا ناحيتك بصراحة بأمانة. بس كان في مشكله خطيره بقى واحده بس، كانت في الاول قبل ثوره 25 يناير. كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا ممكن مثلا لو في مثلا حد مسجل عندهم او مش مسجل، لو في بلد جديده مثلا لسه فيها شرطه، وفي مثلا احد الاحداث الولاد او البنات او لسه في بدايات الاجرام بتاعه مثلا مش مسجل، كانوا بيحطوه في دماغهم. بمعنى يعني اي مشكله تحصل يروحوا يجيبوه يحطوا عليه حياة السرج، يحطوا نفس الشخص، يكسلوا يدوروا يشوفوا مين اللي عمل المشكله ديت، ويفضلوا ياخدوا العيل المسكين ده ان كان غلط غلطه في حياته او في شبابه، ويفضلوا يحطوا عليه لغايه ما يفاجئ ان هو بيجي جعلوني مجرما، يلاقي نفسه مسجل خطر. دي كانت الخطا الوحيد اللي فيهم. لكن بصراحه طول ما الواحد ماشي في الحيط او جنب الحيط ما لهمش علاقه بيه. بعد 25 يناير طبعا الامر تحول مليون المية، مش زي ما يقولوا 360 درجه، لا مليون المية. يعني انت تلاقي نفسك انك انت ماشي في حالك لمجرد اختلاف، مثلا اختلاف في الرأي او اختلاف في الرأي طبعا سياسي، طبعا تلاقي نفسك متهم شايل قضايا، ممكن قتل، ممكن تتحكم عليك بالاعدام، ممكن يعني الامر مسيس من الالف للياء، مسيس. تلاقي نفسك انك انت متهم بقضايا خزعبليه، يعني مثلا قلب نظام الحكم مثلا، الانتماء الى جماعه ارهابيه، الى انتماء لجماعه محظوره، معرفش فض رابعه، تمويل رابعه، معرفش تمويل، حاجات كده غريبه. ده احد الاتهامات. حاجه تانية لو واحد خد حكم مثلا، طبعا طول ما هو سياسي محرم عليه ان هو يعمل نقد او استئناف، ولو عمل بيترفض اوتوماتيك. يعني الجنائي ممكن مثلا ياخد نص المده. مثلا سمعنا عن الحادثه بتاعت سوزان تميم اللي كان البطل فيها طبعا هشام طلعت مصطفى، ده طلع افراج صحي. يعني واحد كان واخد 15 سنه، جات مع سبق الاصرار والترصد، جات لواحده فنانه كانت زوجته وباشتراك مع اخرين، وطلع افراج صحي وغيره، واكم من ده كتير، سمعنا عن ده كتير يعني. لكن السياسي يا عيني ممنوع مثلا عليه ان هو يعمل الحاجات اللي عملها، ما بتترفض النقد بتاعه، بيترفض او الاستئناف. لو حد مثلا خد حكم برضه وخلاص وقضى المده اللي هي طبعا التهمه الاساسيه اصلا تلفيق اساسا، ويجي يطلع برضه لا، بيدوروه يخترعوا له اختراع تاني، تهمه تانيه، او ما حدش يسأل، مش في دماغهم الاعتراف بقوانين. هو المفروض هم سلطه تنفيذيه مش اكتر، يعني الشرطه دي سلطه تنفيذيه نفذ احكام مش اكتر. لكن تلاقي نفسك دخلت في معمعة ليه ما تعرفش. مسيسين بقى، مغصوبين غصب عنهم. في ناس كتيره جدا على فكره، في ناس كتيره جدا ضد النظام مضطرين، يعني في قلب الشرطه، في قلب اقسام الشرطه، وفي قلب السجون يا جماعه، والله فعلا كانوا بيساعدوا الناس المعتقله المظلومه دي باي شكل من الاشكال بقى. يعني حتى مجرد بس لو توددوا ليهم حتى بكلمه طيبه ده يعتبر مساعده طبعا. يعني كان في طبعا اشكال، وسمعنا كلنا وعارفين القصص دي كلها، يعني عارفين ان في حاجات خبايا كده من تحت الترابيزه، في ناس غصب مغلوبه على امرها بحكم اكل عيشها بقى، مش هيتبهدلوا ويتبهدل عياله، وممكن يتحبسوا اللي كان بيتكلم ويقول كلمه حاجه بيتحبس او طبعا. قبل كده احنا قلنا ان كانوا ما بيظلموش حد، يعني حتى حته الظلم دي كان من باب الايه بقى، من باب السبوبه، اللي انا اكتشفت ما كنتش اعرفه طبعا قبل دراسه القانون والكلام ده كله. ما اعرفش ان هي قصه سبوبه. يعني ايه؟ يعني اتاري الموضوع مجرد تحصيل، كل ما تحصل قضايا وكل ما تحصل اتهامات لناس بيطلع لهم بقى رتبه، ما اعرفش شريطه ايه ورتبه ايه، بترجى رتبه معينه او بيطلع لهم مكافآت. ده انا ما كنتش اعرفه. انا كنت في لا لاند، كنت فاهمه الموضوع بقى، اللي عارفين حماس الشباب بقى اللي هو بتاع ايه بقى، السيد القاضي وما اعرفش ايه ده في المحاماه، الشرطه المصريه في خدمه الشعب والكلام ده كله، وده ده من ناحيه الوطنيه بيخدموا الشعب من ناحيه الوطنيه، وده عملهم لا ده تاني قصه سبوبه. وبمناسبة السبوبة دي كان حصل لي قصة كده، مشكلة كده من فترة، من حوالي 10 سنين. كان اخويا كان مسافر وكان معاه عربية، المفروض كان عليه قسط شقة، بس لسه ما جاش ميعاد، فهو كان خايف احسن تحصل اي ظروف، وفعلا حصلت الظروف دي، يعني ان ما يقدرش يسد القسط الشقة، فساب العربية، عمل لي توكيل بالعربية نقل ملكيتها ليا، بحيث انا اتصرف، هو مسافر بره انا اعرف اتصرف يعني، واخلص القسط بتاع الشقة لاولاده وكده يعني.
فالمهم جه اذن ميعاد القسط وما عرفش يسد القسط يعني. فالمهم انا رحت ايه، صرفت في العربيه وبعتها. بعتها الراجل عادي يعني، راجل ارزوق كده، راجل اللي مش متعلم يعني وما يعرفش اي حاجه، بس راجل طلع خبير سيارات، وانا طبعا زيرو، ما اعرفش اي معلومات عن قسط الشراء العقاري دي ولا اي حاجه نهائي، البيع والشراء والكلام ده كله. رحت بعت العربيه. بعدها بفتره كده اتفاجئت ان المعاش بتاعي بيتشال، نص المعاش بيتشال. دخلت المعاش بتاعي، قعدت سنتين بالظبط اتشال نص المعاش. ليه؟ اتاري كده اتسجلت ان العربيه دي كانت اللي هي ربع نجل دي بتاعت بتستخدم في نقل البضائع وكده يعني. اسم العربيه اللي هي زي ما قلت بتستخدم في نقل البضائع اسمها كده، ان انا اتحولت لصاحبه عمل من صاحب المستفاده من معاش والدي، اللي انا كده اصبحت صاحبه عمل. صاحبه عمل دي بيقتطعوا جزء من المعاش، فاقتطعوا جزء نص المعاش بتاعي لمده سنتين. هم انا عماله اتشال واتنكت واروح واجي واتفاجئت كمان ان في فلوس بتعد في حاجه اسمها المؤسسه تقريبا التامين على السيارات، بيعد مبلغ شهري. طب يا اروح للراجل اللي اشترى العربيه يقول هو ما كان مبلغ بس كان حوالي 50 جنيه، كان ده من اكتر من 20 سنه، يمكن حوالي 20 سنه فكان بس كان يعتبر يعني مده سنتين كان مبلغ يعني تكون عليها حوالي 2000 جنيه مثلا، كان يعتبر مبلغ كبير يعني، كان يشتري شقه في الوقت ده. المهم اروح للراجل، يا عم الحاج انت في ايه البتاع اللي بتعد عليه المؤسسه ليه؟ حاضر انا هدفع بكره بعده. يا سيدي الله يرضى عليك يغيتك يطيعك. ورحت قسم الشرطه عملت له محضر، وراحوا جابوه، راحوا له الناس، راحوا له الامناء معايا في البيت، خدتهم معايا ورحت وريته البيت وخوفوه وهددوه برضه. لا حياه لمن تنادي، لان انا اللي مربوطه، انا البتاع باسمي لسه، البتاع باسمي انا، وانا المأذيه انا في المعاش بتاعي، وكمان اللي لقيت المؤسسه بتعد عليا. المهم عشان ما تدوشكمش معايا، رحت المؤسسه اللي بتعد عليا دي مؤسسه السيارات، رحت للمدير راجل محترم، اروح للموظفين ويفتحوا الملف وما اعرفش ايه، يقولوا فعلا عليك فلوس ما اعرفش لمده سنتين مبلغ كده. رحت قلت اروح للمدير استعطفه، راجل محترم يعني، لقيت راجل كبير في السن محترم كده وقاعد يرغي معايا وما اعرفش، وحكى لي قصه حياته، انا متجوز فلانه الفلانيه الموظف في الحته الفلانيه، وابني ما اعرفش بيتعاطى مخدرات، قصه كده موال. فالمهم استبشرت بيه خير، لقيت راجل طيب كده وقلت له انا مشكلتي كذا كذا، الله يرضى عليك انا يا لو سمحت عايزه اخلص من المشكله، شوف لي حل الموضوع دوت بتاع المؤسسه دي. فالمهم قال لا طبعا لازم اشوف لك حل، هات بياناتك 1 2 3 ساكنه فين في الحته الفلانيه، لان كان محل اقامتي في البطاقه غير محل اقامتي الفعلي، كان يعني ده كان عنوان قديم وما غيرتش العنوان لغايه دلوقتي يعني. المهم راجل هو توفى الوقت وهو في حج في دار الحج وانا في دار الباطل يعني، ما كدبش خبر، خد بياناتي واذ بي افاجئ تاني يوم مباشره، ما استنيتش لتالت او رابع يوم، اتفاجئ ان في جاي لي انذار من المؤسسه دفع المبلغ كذا كذا، يا اما سوف يتم معرفش الحجز على ممتلكاتك ولا ايه. في ايه يا جماعه في ايه؟ اتشالوا واتحطوا في ايه؟ رحت له ولا اكلمه في التليفون يقول ايوه ما مبلغ لازم يدفع عليكي، يا انا رايحه لك استسمحك واقول لك انا ظروفي 1 2 3 4 والحاج نشوف لي حل في القصه دي عامله ازاي. اتاري كانت المشكله ان لازم عشان الراجل ده يسد الفلوس صاحب اللي اشترى العربيه ده لازم الملف بتاع العربيه يتقفل في المرور، وتقريبا كان في مبلغ لازم يدفع، فهو طبعا مكبر دماغه التاني كده كده مش هيدفع حاجه، وكده كده العربيه لسه باسمي. لكن انا اللي عملته ده توقيف شر عقاري ومش دريانه، زي يعني نص بيع، عارفين زي ايه البيع السوري او زي عقد ابتدائي كده فاهمني، بس كل حاجه باسم ما زالت في المرور، لازم الملف بتاعي يتقفل في المرور عشان اروح بيه التامينات ويرجع لي المعاش تاني. اضطريت طبعا بقيت احاسبن عليه، طبعا اكتشفت ايه بقى قصه سبوبه برضه، عشان سبوبه الشرطه اللي حكيت لكم من شويه. الشرطه ايه بقى اللي ايه بقى سبوبتي بقى الراجل ده بقى، ان هو كل ما بيحصل مديونيات على ناس، يعني كل اللي عليه مديونيه زي اللي كان عليه كده مديونيه 2000 جنيه للمؤسسه، كل ما هو بيحصل كل ما بيطلع له مبلغ زي مكافاه. شفتوا الدنيا وصلت بالناس فين؟ فطبعا قعدت احاسبن عليه طبعا، ورحت استلفت فلوس في التوقيت ده ومش فاكره والله صرفت من ايه، كان عندي حاجه بعتها تقريبا، رحت بعتها ورحت دفعت عشان دفعت الفلوس دي للمؤسسه عشان طبعا ما يتحجزش وتعمل لي قضيه، ورحت الناحيه الثانيه المرور عشان ادفع انا الفلوس اللي على الباشا اللي اشترى العربيه ده، ادفع له الفلوس عشان اقفل الملف بتاعي واخد ما يثبت ان انا ايه، ان انا ماليش اي علاقه بالعربيه تاني، والملف بتاعي اتقفل في المرور. رحت بيه التامينات رجعوا لي المعاش تاني بعدها بكام شهر كده. الشاهد انه كله شغال بالسبوبه يعني، سواء شرطه بقى سواء نيابه احنا شفنا الخناقات اللي بين اعضاء هيئه القضايا الدوله ما اعرفش ولا ايه، ان ده عايز لا بيدخل لا انا ده مرتبه 75000 ليه في الشهر وانا 45 بس، بيتخانقوا مع بعض. الموضوع موضوع السبوبات، وياما سمعنا عن رشاوي ومرتشين في كل قسم من هذه الاقسام يعني، سواء شرطه او جيش
او القضاء يعني هم مش مثاليين، بس برضه عشان ما نظلمهمش فيهم ناس كويسه يعني هم فيهم ناس كويسه واولاد ناس محترمين جدا والله، ممكن يدفعوا من جيبهم فعلا عشان خاطر مثلا ينقذوا انسان من موقف معين. وده حضرته فعلا بحكم ان انا كنت شغاله محاميه فتره، فانا ده الحقيقه انا شفتها بنفسي فعلا على في الواقع فعلا والله. ناس فيهم ناس ولاد ناس محترمين فعلا، وفيهم ناس ولاد حرام.